السلام عليكم، كيف؟ إن شاء الله كويسين. أنا الليلة معزوم في احتفال في النادي السوداني في إمارة عجمان. بصراحة دخلت المعرض بتاعهم في حاجات رهيبة جدا، فخلونا مع بعض نعرف أسماء الحاجات. ومعانا الأستاذة سارة، هي اللي حتورينا. مش كده سارة؟ الأستاذة سارة هي اللي حتورينا أسماء الحاجات الموجودة، والمعرض كله إن شاء الله حتعرفنا عليه. يلا اتفضل يا أستاذة سارة. نبتدي بالجبنة والفناجين. جبنة وفناجين. طيب. هاو دي اسمها شنو؟ دي العمرة، طبعا بتتعمل فيها الودك في الأطراف. بعد كده عندنا الحققة. مم. دي بتخطى فيها الريحة الأرياح حقت الضريرة. دي كلها كده خاصة بجيرتك صح؟ بالجرتك بالطهور. الضريرة بتتحط فيها. ودي بتاع شنو؟ دي بتتخطى فيها الحلاوة، وفي الباشري بيتخطى فيه الحنة، بس ما موجود. الباشري ده شكله كيف؟ صحن يعني؟ الصحن، أيوة الصحن الغريب. عندي فكرة عن صحن الباشري أيوة. صراحة. أيوة. ودي هنا برضو حاجات خاصة بجيرتك برضو إضافية. يلا. عندنا الجدلة تلبسها العروس. اسمها جدلة. الجدلة، أيوة. في القرمصيص اللي هو ده الناس كلها بتعرفه. أيوة حقت العروس. والحاجة اللي وراها دي شنو؟ الرحت. ها؟ ده مصنوع من الجلد. ده بتلبسه العروس يوم العرس، وبيقطعوا العريس ده وبيبدأوا اللي بيقطعوه. بيتفائلوا به. أيوة. يقول لك الليلة قطع الرهط. يا أيوة، سلام قطع يا الرهط. أخي. عندنا الدلكة، عندنا البخور، عندنا المحلب. دي كلها التجهيزات بتاعت العروس. عندنا الصندل والسرتية والمحلبية. ميسو، الاسم ده سوداني بحت. أيوة، ميسو والخمرة. أيوة. والخمر طبعا بقت بأشكال وأنواع مختلفة. طيب. عندنا دي الحققة، الحق بيتخطى دي زي اللي صورناها هناك صح؟ البخور. أيوة. أيوة. بيتخطى فيه البخور، بيتخطى فيه الصندل، بيتخطى فيه هو ده شنو مكتوب عليه ورحط؟ الرحت. هو ده الرحت اللي هو مصنوع من الجلد وبيتقطع، بقى يتعمل بحاجات تانية بالسكسك بكده. تاني عندنا الحريرة. دي الحريرة بتتلبس في اليد. دي بدلوكة صح؟ ايوه، دي الدلوكة. ايوه. دي الحريرة اللي فيها، دي حريرة وبتتربط في الايد، فيها الخرزة اللي هي ايوه بيلبسها العريس، او بيلبسها في الطهور، بيلبسها ربط الحريرة ربط الحريرة. ايوه. هو ده الصحن بتاع الحنة الباشري. الباشري. وده المبخر. ودي البنابر هنا تحت الجرتك كلها. وده العنقريب بتاع الجرتك. حاجات مصغرة. ايوه مصغرة هي. للمعرض دي وكذا. السبحة بتتلبس برضه. بيلبسها العريس؟ ايوه بيلبسها العريس العروس، يا بيلبسها لهم مع بعض. سلام. ده بالنسبة للجرتك. وهنا يا جماعة دي خريطة السودان، لا تخفى عليكم، القديمة. look at this. ده قولي ده شنو؟ ده مركب بتاع صيد بيصطادوا فيه السمك، وفيه الثلاجات من جوا. مركب كبير. ده ناس كوستي أكيد بيعرفوه. ايوه، نص الصيد كوستي ولبك.